تبكي ماليشكا وتقول لنفسها: في كل مرة لكشمي، كان ريشي حياتي حياتي، وإحداهما فرغ عني حياتي. لكشمي انتزعت ريشي مني، لقد أخذتيه. ماذا يجب أن أفعل؟ لم يبقى لي أي شيء، أنا وحيدة هنا وهم معا. أنا أبكي هنا وهم يقومون بالرومانسية. وبالفعل ريشي ولكشمي يقومون بالرومانسية كثيرا، ويقتربون من بعضهما لبعض. تنظر ماليشكا إلى المرأة، فترى ريشي ولكشمي معا يقتربان من بعضهما، ويحاول ريشي أن يقبلها. فتصرخ ماليشكا وتشعر بالجنون وتقول: ابتعدي لكشمي، لا تلمسي ريشي، إنه لي، إنه حقي أنا بالكامل، ابتعدي عنه. ريشي وأنا. ابتعدي عن ريشي خاصتي يا لكشمي، أنت لا تلمسيه. ماليشكا: أنت من زوجتيني لكشمي، إذا لماذا تشكوين الآن؟ تصرخ ماليشكا وتقول: لأنك لي أنا فقط يا ريشي، أنت لي أنا فقط، هل تفهم؟ وقد زوجتك منها لإنقاذ حياتك، حتى تقضي حياتك معي، لكنك انتزعت حياتي مني. لا ريشي، لا يمكنك فعل ذلك، لا يمكنك فعل ذلك على الإطلاق. لقد كنت لي وأنت لي، وستظل دائما لي. تتخيل ماليشكا بأن ريشي يتحدث معها ويقول لها: لكنني الآن مع لكشمي يا ماليشكا، وهذه هي الحقيقة. لكشمي هي زوجتي، وسأكون دائما مع لكشمي. لقد فقدتيني. ثم تتخيل أيضا ماليشكا بأن لكشمي تتحدث معها وتقول لها: هل رأيت قوة حبي وزنجبري وعقد زواجي يا ماليشكا؟ قلت لك كثيرا أن تبتعدي عني أنا وريشي، لكنك لم تستمعي إلي. الآن عليك أن تبتعدي. ريشي ملكي أنا فقط، والحب الذي كنت تعتبريه خسرت به اليوم. لقد خسرت يا ماليشكا، لقد فقدت كل شيء. أنت خاسرة، لم يتبقى لديك أي شيء يا ماليشكا. قلت لك كثيرا أن تبتعدي. تصرخ ماليشكا وتنهار. ثم تتذكر ماليشكا كلام ريشي عندما قال لها: أنا الآن مع لكشمي يا ماليشكا، لكشمي هي زوجتي، وسأكون دائما مع لكشمي. وتتذكر أيضا كلام لكشمي لها عندما قالت: أنت خاسرة يا ماليشكا. ثم تصرخ وتقول: نعم أنا خاسرة، أنت محقة، وأنت أيضا محقة يا ريشي. أنا خاسرة، لكن من جعلني خاسرة أنت ريشي، أنت فقط من هزمتني وليس لكشمي. كنت قد اعتبرتك كل شيء بالنسبة لي، أنت كل شيء لي، حتى أنك كنت حياتي. وأنت أكرهك، أنا أكرهك يا ريشي. ماليشكا خاصتك ماتت، نعم أنا ميتة. ريشي ولكشمي في غرفتهم. تقول لكشمي: هل تناولت طعامك؟ فيقول لها: بالحقيقة لا. عندما كان الجميع يأكلون كنت أحدق في الطعام على الطاولة. فتبتسم لكشمي وتقول له: آسفة، نسيت هذا. يمسك بها ريشي، فتقول لكشمي له: ريشي يكفي، لا تسحبني، أنت تتشاغب مرة أخرى. فيقول لها: هل لديك أي اعتراض؟ ثم تذهب لكشمي وتبدل ملابسها. فيحاول ريشي أن يخيفها ويقول لها: صرصور. فتقفز لكشمي وتقول له: صرصور أين هو؟ فيقول ريشي: هناك صرصور بجوار قدمك يا لكشمي. فتقفز لكشمي
في كل مكان بالغرفة. ثم يقول ريشي: إنه كبير، إنه هنا يا لكشمي. ثم تقول له: أين هو؟ فيقول ريشي: طار بعيدا، أنا كنت أمزح. تقول لكشمي: كنت تمزح، ما مشكلتك؟ أنت أصبحت تلاحقني كثيرا. فيقول لها: وماذا في ذلك؟ إنه شيئا جيد، أنت زوجتي. شيئا جيد؟ كل زوجة تريد. إذا لا تحبي أن ألاحقك فسألاحق شخصا آخر، لابد أنه سيستمتع بذلك. تقول لكشمي: حسنا، اذهب ولاحق شخصا آخر. تحاول ملشكة قتل نفسها. يركض ريشي إليها ويمسك بها، فتبكي ملشكة وتقول له: هل أنا مهمة في حياتك؟ فيقول لها: نعم، أنت مهمة جدا بالنسبة لي، سوف تكوني بخير، لن أترك أي شيء يحدث لك، هيا لنذهب. ثانية واحدة، ثم يرن هاتفه ويتحدث مع شخص فينصدم، ثم يقول لملشكة: آسف ملشكة، علي أن أذهب لرؤية لكشمي. لكشمي وقعت من الدرج، رجلها انكسرت، إنها تعاني من ألم شديد. أرجوك يا ملشكة، علي الذهاب. تبكي ملشكة وتقول له: إذا ماذا تعني؟ هل ستتركني أموت؟ يقول ريشي لها: آسف يا ملشكة، علي الذهاب. لكشمي تعاني من ألم شديد، أرجوك، أنا بحاجة للذهاب، أرجوك، أنا حقا آسف يا ملشكة. لكشمي: أنا قادم. ثم يذهب مسرعا. يتضح أن ملشكة كانت تحلم، فتصرخ وتقول لنفسها: بسبب تلك الفتاة التي لا قيمة لها، لقد تركتني لأموت يا ريشي. لم تكن بحاجة إلي، فأنا أيضا لست بحاجة إليك. ستندم على ذلك يا ريشي، سوف تندم، لأنه لا يمكنك إيجاد فتاة مثلي. لقد قتلتني اليوم، ماتت ملشكة خاصتك بسببك. تحاول ملشكة الانتحار حقا، فتأتي والدتها وتصرخ وتراها، ثم تلقى أرضا وتوقف ملشكة. يقول ريشي للكشمي: حسنا، رائع، عندما لا تعارض الزوجة، فليس لدي ما أخاف منه. سأفعل شيئا، سأتصل بفتاة ما وأصنع حياتها اليوم. لأفعل شيئا، لأتصل ببريا. لا، بريا مملة جدا. سونام ستكون جيدة. ما هي الفائدة؟ هي ليست في الهند، وأليا هي الخيار الأفضل. يحاول ريشي حقا الاتصال بأليا، فتقوم لكشمي بقطع الاتصال. فيقول لها: ماذا تفعلي؟ لماذا قطعت الاتصال؟ فتقول لكشمي: لأنني سأكون حياتك ما دمت في حياتك، ولن أسمح لك بملاحقة أي شخص، ثم سألاحقكما كلاكما. يقول ريشي: ماذا؟ لماذا ستكوني بظهري؟ فتقول لكشمي: إنه قول يا ريشي. يقول ريشي: حسنا، هذا شيء جيد، أريدك أن تلاحقيني دائما، وتلاحقيني بظهري. آسف، تكوني حولي. حسنا، أعطيني الهاتف. فتقول لكشمي: ماذا لو اتصلت بك أليا؟ فيقول ريشي: ثم ماذا؟ ثم يمكنك قطع المكالمة. ثم يأخذ الهاتف. تفرح لكشمي وتقول لنفسها: أي زوج هذا الذي حصلت عليه يا إلهي، إنه يعجبني كثيرا. يقول ريشي: ماذا قلت؟ فتقول له: لم أقل شيئا. تذهب ملشكة إلى والدتها وتقول لها: أرجوك انهضي على مهلك،
هل أنت بخير؟ هل حدث لك شيئا؟ فتغضب كيران وتقوم بصفعها وتصرخ وتقول لها: هل حقا تسأليني أنا هذا السؤال؟ ماذا كنت ستفعلي؟ كنت ستقتلي نفسك. هل ستقتلي نفسك إذا لم تحصلي على ريشي؟ تبكي ماليشكا وتصرخ وتقول لها: نعم، سأقتل نفسي، سأقتل نفسي يا أمي. ريشي هو حياتي، وبدونه ما الذي سأعيش من أجله؟ إذا لم أحصل على ريشي، ولا يمكنني الحصول عليه أبدا، أنا أخبرك أنه لن يعود إلي، لأنه الآن أصبح للكشمي، أصبح لها تماما. أخبريني ما الذي يجب أن أعيش لأجله؟ لهذا السبب يا أمي لا أريد أن أعيش بعد الآن، أريد أن أموت. ما الذي يجب أن أعيش لأجله؟ دعيني أموت، لا أريد أن أعيش أبدا. ثم تعطيها صديقتها لتتحدث معها وتقول لها: إذا استطيعي الفوز بالموت فعليك أن تموتي، لكن أولئك الذين يقتلون أنفسهم هم الخاسرون. نعم، يقتلون أولئك الذين يقفون في طريقهم للأبد. تحدثين عن الموت ماليشكا، ما خطبك؟ لا يمكنك أن تكوني ماليشكا خاصتي. ماليشكا خاصتي التي أعرفها كانت تسيطر على أي شيء في العالم، لكنها لن تقبل الهزيمة أبدا. لكن إذا كنت مغرمة بالموت أنا قادمة إليك، ثم لتموتي أمامي. لكن حتى ذلك الحين لا تفكري في كل ذلك. ثم تنهي معها المكالمة. تبكي ماليشكا وتقول والدتها لها: هل سمعت أن سونا القادمة سيتم حل جميع مشاكلك؟ فقط لا تتحدثي عن الموت. اقتليني أولا إذا كنت تريدي أن تموتي. فتبكي ماليشكا وتحتضنها وتقول لها: لا يا أمي، وأنا أيضا لا أريد أن أموت. أنا فقط أريد ريشي خاصتي ولا شيئا آخر. يذهب مجرم مجهول إلى قصر إبروي، فيذهب خلفه الشرطي، فيراها الخادم ويقول له: يا سيدي، لا يمكنك الذهاب هكذا. يقول فير له: لماذا أنت قادم للمنزل؟ ماذا حدث أيها الضابط؟ لماذا أنت هنا؟ لم يخبرني أحد. قال الضابط: أنا ضابط التحقيق، أرى جيف ديكسيت، جئت إلى هنا للإمساك بمجرم. تقول نيلام له: أيها المفتش، ثم لقد أتيت إلى المنزل، لأن هذا القصر قصر أوبروي، لا يوجد مجرم هنا. فيقول لها: رأيته يدخل المنزل بنفسي، أنه مجرم قاتل مزدوج، لقد فر بعد قتل بوجا، رأيته قادما إلى هنا. لا تهتمون بسلامتكم، يمكن لأي شخص دخول المنزل. فتقول له: نحن آسفون جدا، فقط أن أمسك بهذا المجرم، علي تفتيش منزلكم. عيني لا تستطيع أن تخدعني، أنا رأيت ذلك القاتل المزدوج يدخل هذا المنزل، يترك ذلك المجرم ملابسه بغرفة ريشي، فيعتقد ريشي أن لكشمي من أحضرتهم له. يقول لنفسه: هل أحضرت لكشمي هذا لي؟ هل تريدني أن أرتدي هذه الملابس سيد ريشي أوبروي؟ أنت زوجها، لذلك عليك أن تفي متطلباتها أيضا. لكشمي أوبروي ترغب أن أرتدي هذه الملابس، ثم يرتديها، ويأتي الشرطي ويلقي القبض علي ويعتقد أنه القاتل. فينصدم ريشي ويقول له: ماذا تفعل؟ لماذا تكبل يدي؟ لم أفعل شيئا. ومن أنت؟ لماذا كبلت يدي؟ فيقول له:
لقد قتلت فتاتين تدعى رينا وبوجا أيضا. فيقول ريشي: هل أبدو مثل القاتل بالنسبة لك؟ هل تعلم مع من تتحدث؟ مع ريشي أوبروي. ريشي له: رينا من؟ أنا حتى لا أعرف هؤلاء الفتيات، ولكن كيف يكون ذلك ممكنا؟ يقول والد ريشي له: أنت مخطئ، أنه ليس قاتل. فيقول الضابط: إنه القاتل، والمعطف والقبعة دليل على ذلك. تقول نيلام له: لا أيها المفتش، هو ابننا، إنه ريشي أوبروي. فيقول الضابط: الكثير من المجرمين ذو اللياقات البيضاء. أعني أن الناس يرتكبون جرائم بالرغم من أن لديهم خلفيات محترمة. تقول لكشمي: لا سيدي، أنت مخطئ، لم يفعل شيئا من هذا القبيل، هذا المعطف. يقول ريشي: أنا لم أفعل شيئا يا سيدي، رأيت هذا المعطف والقبعة على السرير في غرفتي وارتديتهم، اعتقدت أن لكشمي هي من أحضرتهم. ثم يأتي للمفتش اتصالا، وبعد أن ينهي الاتصال يقول لريشي: سيد ريشي أوبروي، أنت لست قاتل حسب المعلومات، فقد شوهد القاتل في الخارج. يقول ريشي له: سيدي، كيف أتت هذه القبعة والمعطف لغرفتي؟ فيقول له: في الواقع لقد علم أنني كنت أتبعه، لذلك ترك المعطف والقبعة هنا وهرب من هنا. تقول لكشمي: لكن سيدي، كل هذه جرائم قتل، هل هناك أي دليل عن القاتل؟ يقول المفتش لها: قتل ذلك القاتل فتاتين تدعان بوجا ورينا، وهذا المعطف والخنجر والقبعة ملكا له. يقول ريشي له: لكن لماذا ارتكب جرائم القتل؟ فيقول المفتش: هذا ما علي اكتشافه، هذا ما أحقق به، إنها قضية معقدة للغاية، وهي الأدلة الوحيدة التي لدينا عن ذلك القاتل، ولا شيء غير ذلك. لا يوجد معلومات أخرى عن القاتل. أنا راجيف ديكسيت الذي يقضي على المجرمين بشكل تام. لا يمكن لأي مجرم النجاة مني، لأن الجميع يرتدون أقنعة هنا. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن جرائم القتل والقاتل، عن القاتل وعني، في 9 ديسمبر في السينمات. لكن رجاء كونوا حذرين وابقوا آمنين أيضا، القاتل لا يزال حرا طليق. ثم يأخذ القبعة والمعطف ويذهب.